الخيط اللي ماسك جسمك وانت بتفقده وانت مش واخد بالك، الكولاجين. صدق او ما تصدقش، انت دلوقتي وانت قاعد جلدك، وشك، مفاصلك، شعرك، ضوافرك، عضلاتك، كل ده واقف على حاجة واحدة، الكولاجين. ولو فاكر او لو فاكرة يعني ان الكولاجين كريم ب40 جنيه، احب اقولك انت متفائلة زيادة عن اللزوم. النهاردة هفهمك كل حاجة عن الكولاجين، بس تفهمي الكولاجين اللي بجد، وهتسمعي الحاجات اللي ما سمعتهاش قبل كده. في ناس فاكرة ان الكولاجين ده ترند بتاع ستات وان الرجالة ملهاش دعوة، لكن الحقيقة اللي بجد الكولاجين ده المصنع الأساسي للجسم كله. لو قل وشك يقع، شعرك يقع، مفاصلك توجعك، عضلاتك تضعف، جروحك حتى لما بتتعور الالتئام بتاع الجروح بيتأخر، المزاج نفسه بيتقلب اللي هم بيسموه مود سوينج، ولو زاد او اتظبط تترمم من جوه وتحس ان جسمك عمل ريست. وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. يعني ايه كولاجين؟ الكولاجين البروتين اللي ماسك جسمك، عامل زي الاسمنت من الاخر كده، زي اللي بيبقى الاسمنت اللي ماسك الطوبه والطوبه اللي بيبقوا جنب بعض دي، من غيره كل حاجه تقع. نسبه وجوده في الجلد 75%، من كل بروتينات جسمك 30%، من تركيب الأوتار 90%، جزء كبير من الغضاريف والمفاصل موجود في الشعر والضوافر، بيدخل في تكوين العضلات. يعني لو الكولاجين قليل انت كجسم بتبوظ، ملكش وظيفة. طيب ما تيجي نشوف أنواع الكولاجين ايه؟ تعالوا بقى ركزوا. الكولاجين مش نوع واحد، ده 28 نوع، بس احنا مش هنتكلم على 28 كلهم، هنتكلم على اهم 3 اللي بيفرقوا معانا كلنا واللي بيفرقوا مع الناس. وساعات الناس بتستخدم حاجات بدل حاجات وبتبقى مش فاهمة هل ده صح ولا غلط. فهنبدأ بأول نوع اللي هو تايب 1. تايب 1 ده بتاع البشرة والشعر، الضوافر، الندبات او اللي هي بيقولوا عليها العلامات، يعني مرونة الجلد. ده اللي بيخلي وشك مشدود وما فيهوش ولا خط، وبالذات حوالين البق وحوالين العين. طيب ما تيجي نشوف النوع التاني اللي هو اسمه تايب 2. ده بيشتغل على ايه؟ ده بيشتغل على الغضاريف، على الركب، المفاصل، العمود الفقري، اللي هو مشاكل المفاصل كلها بتاعت تايب 2. ده اللي لو قل تسمع التكتكة وانت طالع على السلم، وتسمع تكتكة وانت قاعد على الكرسي، وتسمع تكتكة وانت بتتمشى. فنركز مع تايب 2 للناس اللي عندها مشاكل في العظم والغضاريف. طيب ما تيجوا نشوف تالت نوع تايب 3. ده بتاع ايه؟ ده بتاع الأوعية الدموية، جدار الأمعاء والعضلات والمناعة. شفتوا كمية الحاجات اللي الكولاجين ليه علاقة بيها؟ نمسكهم واحدة واحدة. وده طبعا محدش بيجيب سيرته مع انه من اهمهم اللي هو تايب 3، لان ده بيشتغل على الاعضاء الداخلية. طيب ما تيجوا نسأل سؤال، هو الكولاجين بيقل امتى؟ او ايه اللي بيقلل الكولاجين في الجسم؟ اول حاجة العمر، السن. يعني بعد سن 25 كل واحد بيفقد من 1 ل 2% سنويا. طب بعد 40 النسبة بتنط ل 4%. طب 60 الجسم بيفقد القدرة أصلا على إنتاجه. دي حاجة ما تزعلش، نقدر نعوضه، بس كملوا معايا للآخر وأقول لكم هتعوضوها إزاي. تاني حاجة بتأثر على الكولاجين الشمس. ده أكبر عدو وأكبر مشكلة للبشرة والكولاجين هي الشمس. الأكل والسكر. السكر بيكسر الروابط أو الحاجات اللي ماسكة الكولاجين ببعض، يعني من الآخر نقدر نقول بيقصقصوا. طيب رابع حاجة النوم القليل بيخلي الكولاجين ما يتصنعش. ليه؟ الكولاجين لما بيتصنع بالليل، فالناس اللي بتنام غلط دايما هتلاقي عندها هالات ودايما وشها واقع لتحت. وده يقول له بس شكلك كده مش مظبوط، متوتر، مالك، ما نمش كويس، وشك مش مظبوط، مطفي. وما هو كل ده عشان الكولاجين ما اشتغلش او ما تصنعش بمعنى صح. خامس حاجة من اللي بتأثر على الكولاجين الكورتيزول، بيوقف مصانع الكولاجين في الجسم. طبعا الأساس كله التدخين، ده بيسموه الموت البطيء للكولاجين زي البني آدم كده بالظبط. طيب المية، للأسف الناس مش متخيلة إن المية من أساس الحاجات اللي بتموت الكولاجين. يعني إيه؟ يعني قلتها مش شربها. المية من قلتها بتعمل جفاف، والجفاف بيموت الخلايا. طيب ما تيجوا نشوف هو احنا بنقدر نقيس أعراض نقص الكولاجين إزاي؟ لو عندك تجاعيد بدري، وجع ركب، شعر بيقع، ضوافر بتتكسر، النضارة قليلة، الوش مطفي،
التهابات مفاصل ودايما في الام، الجروح اللي لما واحد يتعور تعويره كده يقعد فتره لحد ما تلم، الهضم السيء او بنقول الهضم الضعيف او الهضم اللي مش مظبوط، ده كله بسبب ايه؟ نقص كولاجين. بس للاسف بتبقى نقص بنسبه كبيره، بالذات لو المشاكل اللي احنا قلناها في السن الصغير. طيب نشوف مصادر الكولاجين نجيبه منين. الاول نشوف الطبيعي، هنجيب الكولاجين الطبيعي من الاكل، زي معروفه العظم، لما نروح عند الجزار ونقول له عايزين عظم عشان نعمل شوربه، اللي هي شوربه العظم، السمك، البيض، الفراخ، اللحمه الضاني، والمكسرات، والفيتامين سي، وطبعا الرمان، وعندنا الطماطم، الفلفل الالوان، المانجا، البرتقال، والكيوي. كل الحاجات دي طبيعيه، والاكل اللي فيه كولاجين. طيب تعالوا اقول لكم، لو جينا نعمل كولاجين طبيعي، هتجيبوا الماسوره اللي اتكلمنا عليها من شويه دي، بس تتكسر حتت، بس الجزار اللي هيعملها طبعا، تحطوها في حله وتغلوها كتير لحد ما الميه تتقل معانا، تتقل يعني تبتدي تقل، فتبتدي تبقى مركزه. ناخدها ونحطها في قلب التلج ونعمل تلج كولاجين ونسيبه في الفريزر. كل يوم الصبح ناخد مكعب نحطه في كوبايه وميه سخنه، نقلبه ونشربه، وابقوا ادعوا لي بعديها، هتشوفوا وشكوا باسمكوا كل حاجه اختلفت معاكم. طيب ما تيجوا نكمل. الكولاجين انواعه ايه؟ بيجي منين؟ عندنا نوع من النوعين الاساسيين بنسميه البيف كولاجين او الكولاجين البقري، وده بيبقى احسن للمفاصل. وعندنا المارين كولاجين، وده البحري اللي منتشر دلوقتي، وده شغله اكتر للبشره والشعر. وعندنا الكولاجين الموضعي اللي موجود في الكريمات والسيرم وموجود في الماسكات، بس الحقيقه تاثيره بسيط جدا، بسبب ان اصلا الكولاجين كماده كيميائيه كبيره، فما بتخشش لحد اخر طبقه في الجلد، فما بتعرفش تشتغل صح. عشان كده الفتره دي الكولاجين هتلاقوا حاجات غاليه وحاجات رخيصه. بتفرق في ايه؟ في نوع الكولاجين. هتلاقوا حاجه اسمها هيدرولايزد كولاجين، كولاجين متكسر، ده اللي بيمتص بسرعه من على الجلد. بس الكولاجين العادي للاسف تخين، فما بيعديش من الجلد بسهوله. تعالوا نشوف كولاجين المفاصل، ده اللي بينقذ الركب. لو عندك خشونه، صوت تكتكه اللي هي بتطلع مع السلم، التقليب على السرير، الوجع بعد المشي اللي بيجي من التهاب المفاصل، الألم اللي بيبقى بعد الجيم، وللأسف ده هيفرق كتير لو خدت الكولاجين تايب 3. ده بيفرق معاك لو كملت عليه يوميا من 4 ل 8 أسابيع، هتلاقي كل الحاجات اللي أنا قلتها دي فرقت معاك. دراسات بتقول إن تايب 2 كولاجين محتاجين منه 40 ملي جرام يوميا، وده بيقلل نسبة الألم 33%، وبيحسن الحركة بنسبة من 20 ل 25%. وده على فكرة مش كلام، الأرقام دي احنا مش مخترعينها، ده أبحاث. ما تيجوا نشوف كولاجين البشرة. يعني إيه كولاجين البشرة والشعر؟ كولاجين البشرة والشعر يعني تايب 1. طب ما تيجوا نشوف الفوائد بتاعته. بيعمل إيه؟ بيشد البشرة، بيعالج الخطوط، بيقلل التجاعيد، بيحسن الهالات دي لوحدها 3 أنواع، منهم نوع بيتحسن بالكولاجين: زيادة النضارة، تقوية الشعر، وتقليل الهيشان والضوافر ما ننساش. وبرضه مع الاستمرار عليه بيفتح تفتيح بسيط مع الوقت. دراسة قعدوا يعملوها 12 أسبوع بتقول إيه؟ إن الجلد زاد مرونته 18%، والخطوط اللي هي الفاين لاينز اللي بيسموها الخطوط الدقيقة قلت بنسبة 12%. طب ما تيجوا نشوف الجرعة الصح للكولاجين. لو هنتكلم يوميا، احنا يوميا المفروض عايزين من 2.5 ل 10 جرام. الكذب للأسف، لأن في دلوقتي معلومات كتير غلط، إنه بيقول إن الكولاجين بيتخزن، وده طبعا دي حاجة مش حقيقة. الكولاجين لازم يتاخد على الريق، ده برضو غلط. طيب الكولاجين بيعمل مشكلة في الكلى، ده غلط. الكولاجين يعني بروتين زيه زي الأكل، فما بيعملش شوية المشاكل اللي الناس بتقول عليها. الحقيقة بقى بتقول إن أفضل وقت إنك تاخد فيه كولاجين اللي يناسب يومك. يعني اللي يناسب يومك يعني اللي ينفع معاك. وهقول لكم كام حاجة كده تقدروا تعملوها في البيت. هنقول وصفة لمشروب طبيعي للكولاجين. تعالوا هتجيبوا كوباية وهنحط فيها نص ليمونة، ومعلقة عسل أبيض، ومعلقة من بذور الشاي، وربع معلقة كركم، كوباية مية، ونقطع شريحة زنجبيل، وربع كوباية عصير برتقال، ونجيب رمان 5 حبات، ولو عندنا جيلاتين باودر من اللي بيتاكل نحطها،
ونضرب ده كله مع بعض، وده هيبقى من اقوى المشروبات للكولاجين الطبيعي. طيب في ناس هتقول لي طب ما احنا عايزين الكولاجين ده نعمله للوش. تعالوا اقول لكم نعمل ماسك كولاجين للوش ازاي. هنجيب معلقه من جل الصبار، ونجيب كبسوله من الفيتامين اي ودي موجوده في الصيدليه، ونجيب معلقه كبيره رمان، ونص معلقه عسل، ورشه قهوه. دول بيعملوا ايه؟ بيفتحوا البشره، بيشدوا وبيرطبوا البشره. كل واحده منهم ليهم علاقه، فلازم يبقوا مع بعض. طيب ما تيجوا نعمل كولاجين للشعر او نعمله لسيرم للشعر. هنجيب زيت جوز هند معلقه كبيره، وزيت لافندر برضو معلقه كبيره، ونجيب معلقه كبيره من ميه الرز. يعني ايه ميه الرز؟ يعني هنجيب الرز ونغليه وناخد من الميه بتاعته معلقه واحده كبيره، ونجيب زيت خروع ونحط 10 نقط. الكلام ده لو ضربناه مع بعض ونحطه على فروه الراس وندلك بيه فروه الراس، وبعد كده يتغسل، وساعتها اتفرجوا شعركم هيبقى عامل ازاي. كل اللي بنجري وراه في السن الكبير او في السن الشباب، وللاسف بنا نجري وراه واحنا عشرينات: النضاره، الشعر، الركب، النوم والمزاج والحركه. كل الحاجات دي تخيلوا واقفه على بروتين واحد اسمه كولاجين. وكل مره انت او انتي بتأجل صحتك، انت بتأجل مصنع كامل. لو ظبطت الكولاجين جسمك نفسه هيرجع فيرجن جديد، يشتغل زي الاول واحسن.